يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى نعمل اكله حلوه قوي. هنعمل بديل الديك الرومي. معانا فرخه امهات وزن 4 كيلو. معانا بقى التوابل بتاعتنا، معانا بقى فلفل اسمر وتوم باودر وكزبره وملح، وهنتبل بيهم الفرخه الامهات. هناخد حته توم مفروم، هنقلب كل التوابل ديت مع بعض مع التوم، وهنتبل بيها الديك الرومي. اتمنى بقى تتفرجوا على الفيديو للاخر بقى وكده، هيعجبكم باذن الله. دلوقتي بقى بنحاول نفتح بقى الجلد من جوه، بندخل بقى التتبيله. انا بقى ايه، احشيه بفريك، هو بياخد سوا وكده، بس يلا نشوف هنعمل ايه. بس اوعي تبخلي عليا باللايك وتشوفي الفيديو للاخر، يعني كملي الفيديو، شجعيني باللايك واعملي شير بقى بينك وبين صحابك. دلوقتي بقى دخلت كل التتبيله، بحيث لما تيجي تاكلي الديك الرومي يبقى مطعم كده وطعمه حلو ومسكر. دلوقتي بقى معانا الفريك هنعمله على البارد. معانا التوم، بقية التوم اللي احنا كنا فارمينه، والتوابل بتاعتنا وتوم باودر وكزبره وفلفل اسمر. بس ما حطيناش ملح ليه بقى؟ عشان احنا في المره الاولى ساعه لما تبلنا الفراخ حطينا ملح عشان ما تبقاش ايه الفريك مالح. وحطينا معلقتين سمنه بلدي. هنقلبهم مع بعض وهننزل بيهم الفريك ده مغسول ومنقوع زي الفل، مفيهوش اي حاجه. دلوقتي قلبنا بقى التوابل والسمنه وهننزل بقى بايه؟ بالفريك. خلاص، انا ما بسيبش فتفوته. بياخد على النار 4 ساعات. هو وزنه 4 كيلو، ياخد 4 ساعات. الكيلو ياخد ساعة. خلاص، احنا بنقلب كل المكونات اهو مع التوابل كده، جميل قوي، حلو قوي. احنا محطناش ملح عشان احنا حاطين في التتبيله ملح، مش عايزين يطلع الفريك يبقى مالح. احنا بقى هنحط بقى الفريك، وهنحط بقى بين الجلد، مش هنكتر. كمية الفريك معقولة محدودة، يعني مش محطين كتير ولا قليل عشان ايه ما يفرقعش. يلا بقى، احنا كده بنبطط وننزل الفريك لتحت عشان ايه؟ ينزل كله مع بعض، ميبقاش معجن. دلوقتي اهو، انا على فكره ايدي نظيفه وكل شويه بغسل ايدي، زي ما قلت لكم انا في المطبخ بقعد اغسل ايدي 100 مره. خلاص، اخر حبه اهو، هدخلها بقى. تخيطيه بقى بالابره والخيط عشان الفريك ده ما يطلعش بره. او ينفع لو يتكتف هكتفه، بس هو لا، مش هينفع يتكتف. اهو انا كل ده بعد الفريك وبحشيه كويس عشان ايه؟ ما ينزلش، وببططه عشان ايه؟ ما يطلعش من في الشوربه. خلاص، نبدأ بقى نخيط الديك الرومي وجايلكم تاني. خلاص خيطتها. وتعالوا بقى نحطه في الحلة. ما تبصوش على البوتاجاز، هو متوسخ شوية. معانا حلة، سيبنا طبعا المية سخنة. هنحط بقى بصلاية وهنحط طماطماية وكده. خلاص قوي، مش هنحط اي حاجة، ونسيبه بقى ايه يستوي. بس انا نغزته كام سكينة كده عشان يستوي. شايفين دلوقتي؟ شايفين الشوربة؟ خلاص بدأ يخش بمرحلة السوا. خلاص تعالوا بقى، قعد 4 ساعات على النار، الكيلو بيقعد ساعة. خلاص نطلع بقى الفراخ الامهات اللي عاملة فيها الديك الرومي، بديل الديك الرومي اهو. هنطلعه. لا، انا عايزه بقى زي المقصوصه عشان اطلع بقى اسند، عشان ما يقعش مني وكده، عشان اعرف املكه. ايوه، شايفين الجمال؟ الله الله الله. لو الشوربه بتاعته بهاريس ومليانه، يعني جميله جميله جميله. يا سلام بقى لو في شويه محشي كده نزق بيها المحشي، بس كفايه الواحد الرجيم عنده في ذمه الله. ما تنسوش تعملوا لايك وتكملوا الفيديو للاخر، شجعوني والنبي. دلوقتي بقى عايزين ندهن بقى الديك الرومي. معانا كاتشب
معلقتين كاتشب ومعلقة سمنة وفلفل اسمر، ونقلبهم مع بعض وندهن بيها الديك الرومي ونحطه في الفرن عشان ياخد لون. شايفين اهو معانا بقى الفرشة، حطينا فلفل اسمر ومعلقتين كاتشب وسمنة وندهن بيها الديك الرومي وندخله الفرن. شايفين الحته اللي من فوق اللي عند البطن هي اللي فتحت بسيط مش قوي. بعدين دلوقتي احنا دهناه جميل قوي. تجيبيه بقى ينفع في العزومات، ينفع بقى في عيد الميلاد، ينفع في اي حاجه. لان اكل حلوه كده ترم عظمهم يعني. كده خلاص انا دهنت الديك الرومي وهنحطها بقى في الفرن. ويلا بقى نحطها في الفرن بقى. اوعوا تنسوا بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا بقى في القناه عشان ايه يوصلكم مني كل جديد. ويلا بقى نحطها على الشوايه تحت الشوايه وخلاص اهي طلعناها من الشوايه. شايفين الجمال؟ الله الله الله. ولا الشوربه بتاعتها دسمه وجميله وحلوه جدا. يا سلام بقى لو فيه شويه محشي. الله، شايفين الشوربه وحلاوتها ولونها؟ ولا انا عايزه افتحها لكم بس مش راضيه افتحها. بص الفريك طالع مفلفل وروعة ومش ني ولذيذ جدا. ويلا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة، هتوحشوني. باي باي. شايفين شكل الديك الرومي؟ الله على الجمال والحلاوة. الله الله الله. يا رب الفيديو يعجبكم. شايفين واخد لون جميل، تحفة تحفة تحفة.